الله حيه. يا مرحبا. يا مرحبا وسهلا رائد الفضاء هزاع المنصوري، قدوة للجميع، ويسرنا اليوم استضافتك في هذا البودكاست، وشرف أن تواجدك وتلبية هذه الدعوة. مشكور سعيد أول شيء على الاستضافة. طبعا حاب اليوم إن شاء الله أن أشارككم أنا بتجربة الفضاء وأخبركم يعني قصة هزاع المنصوري كيف بدأ وين وصل وشو الأشياء اللي أثرت فيني. هزاع الشخصية أو هزاع الطفل الياهل خلينا نقول ربى في ليوة، وعاش أغلب طفولته في مدينة خلينا نقول أو في ريف صحراوي، بيئة يعني مساحة في النجوم وظهرها شموس ومختلف الأحياء اللي حولك. ودنا نعرف الطفولة هاي كيف كانت؟ البيئة اللي عشت فيها بيئة الصحراء في ليوة كانت مختلفة. طبعا كنت أتذكر يمكن صغار كنا نجلس ويا الأهل المساء في الشتاء، يعني يتكلمون عن نجم السهيل يوم يظهر، يتكلمون عن المواسم وعن النجوم والأمور المختلفة هذه وأشياء. هاي القصص اللي كنت أسمعها عن نجم السهيل، كيف أهل الأوليين يشوفون النجوم، يعرفون مثلا كيف يتنقلون في البحر ولا في البر. هذه من الأشياء اللي يوم كبرت كبرت وياي، وكبر هذا الحلم هذا اللي اليوم أنا أعيشه واقع، اللي هو أني استويت رائد فضاء. أذكر يوم أنا صغير يعني من الأشياء الجميلة اللي حصلت لي في المدرسة، كنا نذاكر عن مادة العلوم، حاطين صورة المغفور للشيخ زايد مع رواد الفضاء. زين، أتذكر شفت الصورة وما كنت أعرف شو مضمون الصورة، فرديت البيت سألت الأهل قلت لهم شو سالفة الصورة هذه؟ في السبعينات الشيخ زايد، الوالد والوالدة الله يحفظهم أميين ما عندهم خلفية في الأمور هذه، ولكن ما كان عندهم اطلاع بالصورة وتفاصيلها. ما حد أعطاني جواب. طبعا رديت ثاني يوم سألت المدرس، أعطاني أكثر تفصيل عن الصورة. قال هاي الصورة صورة الشيخ زايد في السبعينات، بداية يعني الاتحاد، واستضاف رواد فضاء. كيف استضاف رواد فضاء في السبعينات؟ تعرف هاي من الأشياء اللي أنا يوم أستذكرها هي مثل الشرارة اللي في الإنسان، يعني أنك أنت تكبرها تخليها شعلة ونار تبني فيها حلمك طموحاتك، ولا أنك أنت تطفيها. خلال فترة دراستك هل خلينا نقول هزاع كان من الطلبة المتميزين ولا المتوسطين ولا حال الجيل اللي كان معاه، وهل له هالشيء تأثير بشكل أساسي؟ هل مثلا ممكن يمنع الشخص أنه يكون رائد فضاء أو ممكن يخليه بعد يكون رائد فضاء؟ شوف، يعني أتذكر يمكن كنا ندرس في محضر حويتين هناك في ليوة. زين، المدرسة هذه كان فيها من الصف الأول لين الثالث ثانوي، هذيك الفترة يسمونها ثالث ثانوي. نعم. يعني أنا كنت وايد أحب الأمور العلمية، فده اللي خلاني أدخل هذيك الفترة اللي هم يسمونه قبل المجال العلمي. نعم. المسار العلمي كنا نسميه أدبي وعلمي. نعم. فأنا دخلت من الثاني ثانوي تدخل أنت علمي خلاص. نعم. تتخصص. فكنت وايد أحب المجال العلمي. كنا طالبين في المجال العلمي فقط. طبعا ثالث ثانوي انتم فوق خلاص شوي يقل العدد، فكنا طالبين في المجال العلمي و10 طلاب كانوا في المجال الأدبي. نعم. حتى العلاقة مع المدرسين كانت وايد جميل. أتذكر أنا حتى في الأطلاق كلمتهم المدرسين اللي درسوا نفسهم مدرس الأحياء والفيزياء جبت أرقامهم. طبعا صحيح عقب ما كبرت أنا راح مدرس ثاني، صحيح، بس أنا يعني حاولت أتواصل وياهم وشكرتهم صراحة. سبحان الله، الإنسان دائما يعني أنت عبارة عن يعني تأثير الناس فيك. يعني أنت يوم تكبر تأثير والدينك فيك يصنع شخصيتك، زملائك، مدرسيك، هذا كله كيف يعني يتعاملون معك وشو الكلام اللي يقولون لك، هذا يبني شخصيتك أنت. نعم. فالحمد لله كنت متفوقين. يعني جوابا على سؤالك، كنت وايد أحب يعني أتحدى المدرسين، يعني أقول لهم أنا في امتحان السنة بجيب 100%، أي كنت 98 يعني كان النص الأول نص الثاني. فكنت دائما يعني
احاول يعني اتحدى نفسي حتى لو ما عندي حد شخص ثاني اتحداه. أنت ذكرت أن الوالد والوالدة كانوا أميين. نعم. فإنك يعني تتربى تحت كنف أب وأم أميين، ربما البعض يقول كيف ممكن شخص تربى في بيئة ما كانت علمية، مدارس كانت يعني ما بنقول بداية مدارس موجودة، ولكن خلنا نقول البيئة اللي هو ربى فيها ما كانت فيها العلوم والمعرفة اللي ممكن رواد فضاء آخرين عاصروها أو تعايشوا معها. فأعتقد أن يمكن المعرفة الوالد والوالدة اللي أعطوك إياها مختلفة تماماً عن المعارف الأخرى اللي ممكن أي رائد فضاء ثاني يأخذها من والديه، أو كانوا متعلمين بشكل كبير، أو مثل ما تقول عندهم محصلات أكاديمية. صحيح. مثل ما قلت يعني الوالد والوالدة ما كانوا يعني متعلمين. الوالد كان عندي دخل فترة يدرس، لكن ما شاف يعني إن يقدر يوفق بين العمل والدراسة، فوقف. واستشعروا قيمة العلم من هذيك الفترة يعني، وأهمية العلم. وهذيك الفترة توها الدولة قائمة، إنزين في السبعينات يوم بدأت المدارس وهذا. وبعدين شافوا أن نحن لازم يعني نكمل دراستنا، حرصوا وأن نحن الأشياء اللي هم ما لحقوا عليها نحن لازم تستوي لنا من هالدراسة. بيئتنا نحن بيئة مجتمعية، فدائما مش أنك كل دراسة، لا، بعد أنك تكون حريص أنك أنت يكون عندك إلمام بتراثك، بيئتك، موروثك. هذا كان جدا جدا مهم. إنزين أن نحن يعني نكون يعني ملمين فيه وحريصين فيه. صحيح. أذكر يعني الوالد يوم نحن صغار يعني يوم أحيانا نسير وياه نسرح مثلا العزبة مثلا، ويخلينا ينزل ويقول نطرف البوش. زين كنت أقول عندنا راعي زين، قال لا باك أنت تسير. أحيانا نسوي أشياء ما كنت هيك الفترة أقول يعني إيش أنا أسويها يعني. زين فيها فايدة أنك أنت تعرف كيف تسوي هالأمور، في نفس الوقت تعطيك الصبر والتحمل. زين مهارات يمكن أنت بعدها الآخر الثانوي منها ما تستشعر اللي يوم تكبر. يوم بعدين استويت رائد فضاء وتدربت في أشياء سبحان الله، المهارات اللي تعلمتها منك من الصبر من وانت صغير، من صغير مرة سبحان الله يعني خلاص تستوي فيك مثل ناتشرال أشياء طبيعية يعني في شخصيتك فما تحسب أنت. فهاي الأمور كلها منها فايدة. يعني وجزاهم الله خير، دائما أذكرهم بالخير وأذكر فضلهم. ويعني لين يعني حتى الأطلاق يعني كلمتهم، وفي الفضاء كلمتهم وشكرتهم على الفرص اللي أعطوني. اللي يعطوك يعني. هزاع أنت ذكرت شفت صورة في الكتاب أثناء الدراسة في المدرسة، صورة الشيخ زايد الله يرحمه مع رواد الفضاء. فنبغي نعرف شغف الفضاء والهدف هذا وهاي الرؤية متى بدأت؟ سعيد يعني سبحان الله إنسان دائما الحلم اللي يوصل له عبارة عن محطات يعني في حياته، أو إشارات يعني تستوي له في حياته، فإنه يتبع هاي الإشارات ويتبع هذه الخطى زين وينميها، ولا إنه يخليها مدفونة. هذاك الدرس كان عن الاستكشاف الفضاء، كان فيه صورة الشيخ زايد، كان فيه صورة الأمير سلطان بن سلمان، كانت فيه صورة يوري جاغارين، نيل أرمسترونغ. يوري جاغارين أول رائد فضاء في العالم يروح الفضاء في الستينات. نيل أرمسترونغ أول رائد فضاء ينزل على القمر. والأمير سلطان بن سلمان كان أول رائد فضاء عربي. شخصيات كبيرة يعني أنا يوم شفتهم يعني قلت يعني ممكن كلهم شدوني صراحة، ولكن اللي شدني منهم الثلاثة هذيلا الأمير سلطان بن سلمان، لأنه رائد فضاء عربي. حسيت في يعني ذيك اللحظة أتذكر في خاطري قلت في رواد فضاء عرب. أنا تحريت هالشيء حكر على الغرب والأجانب. طموح زايد اللي سمينا عليه مهماتنا الفضائية اليوم إنزين كان هو أصلا فكرته من الجلسة اللي كانت مع المغفور له الشيخ زايد ورواد الفضاء. هذا الحلم يعني هذه بداياته إنزين. طبعا هذه الشرارة ممكن نقول اللي خلت عندك الشغف يزيد في مجال الفضاء. هذا الشغف كيف يعني كبرت أنا قلت خلصت ثانوي العامة مثل ما قلت لك، قعدت أقول يعني هذيك طبعا خلاص يعني استوعبت أن الفضاء شيء بعيد يعني مش ما أقدر أوصل له. يعني أتوقعت يعني هل هو
جامعة تسير لها تسييرات فضاء لا، ولكن دخلت مجال خلاني أقرب من حلم الفضاء. كون أقرب شوي. أقرب ما بوصل النجوم، بوصل وصل. فدخلت القوات المسلحة، القوات الجوية بالتحديد، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وهدفي أني أستوي طيار. جلست فيها تقريبا 3 سنوات، تخرجت منها برتبة ملازم وطيار. الحمد لله تعلمت الكثير، الالتزام، الضبط، الربط، حققت الحلم أن أستوي طيار الحمد لله. يعني أنك وصلت الغيوم الحمد لله. يعني كنا ترى نحن أغلب مهماتنا يوم نطير فوق ليوة. ترانا 2017 بالتحديد 6 ديسمبر أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه عن برنامج رواد الفضاء. الإحساس مش طبيعي. تقول واحد يعني كان في ظلام وشرقت عليه الشمس، يعني نسي الحلم اللي نسيته شيء كأنه ظهر مرة ثانية من دون ما تردد، من دون ما يعني كنت يعني قدمت زين كان 4000 واحد مقدمين، كنت أحسب نسبة النجاح من 4000. طبعا كل فترة كانوا طالبين 4 رواد فضاء، نعم. لكن عقب في النص احتاجوا إلى 2 فتغير الموضوع. مثل ما قلت لك في ناس في حياتك الله يعطيك إياهم، يعني صدق يغيرون شخصيتك بطريقة كبيرة جدا. منهم خالد الجابري، هو اللي يعني أعطاني الثقة أني في مجال الطيران، واليوم أنا رائد فضاء. وأتذكر يوم ما أعلنوا قلت له بتقدم، قال ما بقدم. قلت له بتقدم تحدي صعب بينكم وبينه. زين. فصرت شاورته قلت له أنا بقدم. قال سير بيختارونك كذا. تخيل أنت واحد يقول مسؤولك يقول لك شيء أثناء فترة التقديم. هذا قبل حتى التقديم، يعني تعرف لأن نحن بحكم أننا في القوات المسلحة لازم نأخذ الأذن في التقديم. فشاورتهم يعني، فقالوا سير. لأن دائما مجال خاصة يوم مستوى موضوع البرنامج، مركز محمد بن راشد الفضاء يعني أرسل رسائل لجميع الجهات. نعم. زين. دائما منو اللي يعني المرشحين لهم الأفضلية في الطيارين. فنحن الطيارين عندنا الكوميونتي يعني مثل يعني استوى عندنا زوبعة في الموضوع. نعم. يعني زين كنا بنقدم. هزاع هاي مرحلة التقديم والدخول في حالة من مثل ما تقول التوتر، أن أنت في منافسين بعدد كبير 4000 شخص مقدم على هذا البرنامج، وخذ زخم كبير في ذلك الوقت. لحظة الإعلان عن الاختيار كيف كانت بالنسبة لك؟ أتذكر طبعا الإعلان نفسه. الإعلان كنا أنا وأخوي سلطان نيادي في الطيارة طايرين على موسكو حق التدريب. خلاص طبعا هم قالوا لنا بفترة قبلها خلاص ركبوا الطيارة شيلوا شنطكم روحوا. زين. الإعلان كان في الطيارة. أتذكر أنا كنت راقد ويعني أخوي سلطان قال لي يا هزاع شوف التليفون. يعني التليفون ما وقف من المسجات وهذا. زين. كان عندنا تقريبا 20 ميجا في الطيارة كان داتا. فسلطان فتح، أقول ما فتحت إلا مرة مسجات وخلص. بعدين ما رقد أنا عادم يعني الشيء يعني سيد الشيخ محمد بن راشد يحطون اسمك زين ويغردون باسمك، ويعني مسؤولية. استشعرنا هيك الساعة كبر المسؤولية. زين. والتشريف اللي أعطانا نحن أن نمثل دولة الإمارات في المجال. الوجهة كانت روسيا وين تدرب يوري غاغارين. نعم. في الستينات وصلنا، وكان هدفنا أن نؤدي التدريب مالنا بأكمل وجه. تدريب مش بسيط، تدريب رواد الفضاء، عملي، بدني، نظري، نفسي. تسوي أشياء يمكن أول مرة في حياتك تسويها. خلونا نتعلم لغة روسية. تعلمت الروسية. تعلمنا كيف نتكلم روسي، لأن المركبة من الداخل هاي مركبة السويوز كلها بالروسي. هناك ما حد بيساعدك، أنت بس ساعد عمرك. حتى تسحب دم من عمرك أنت لازم تعرف. لازم تعرف تصور، لأنك تصور الأرض، تصور أشياء مختلفة. لازم تعرف كيف تتكلم مع الجمهور، لأن أنت بتكون هناك المذيع للناس اللي على الأرض.
فأنت دخلت في كافة المجالات في فترة قصيرة بدون أي خلفية يمكن في أغلب هاي المجالات. مجالات جديدة يعني أقول لك بحكم يعني يمكن الأشياء تكنيكال بحكم مجالي كطيار أعرفها، ولكن كوميونيكيشن تواصل هذا بسيط، ولكن تجارب التجارب العلمية الطبية هاي معقدة. مجال جدا جدا جديد علي. في أثناء وصولك إلى محطة الفضاء وخلال هاي المهمة كانت كثير من الشوشرات والإشاعات اللي تظهر تقول والله هزاع المنصوري جالس في استوديو في الأرض وهذا كله تصوير وهي كذبة ومو بشيء واقعي أو حقيقي قاعد يعاشه. وكيف يقدر أصلا رائد إمارات فضائي خصوص يوصل للفضاء؟ دائما أنا أقول وأضرب هالمثل، أقول دولة الإمارات عمرها 53 هاي السنة، إنزين في أقل من 50 سنة في المهمة اللي أنا سرت فيها، في أقل من 50 سنة نحن أنجزنا إنجازات دول عمرها مئات السنين ما سوتها. الجزئية الثانية جزئية الفضاء طبعا من بدايات المهمات الفضائية من يوري غاغارين ونيل أرمسترونغ قالوا لهم أنتم ما وصلتوا الفضاء، أنتم ما نزلتوا على القمر. المشككين موجودين، بالعكس المشككين هذيلا أنا صراحة من النوع اللي أحب أشوف المشككين وأثبت لهم أن كلامهم غلط، زين، لأنها في إثباتات علمية تدل على أن في أقمار صناعية راحت ومسابير راحت القمر صورت آثار أبولوز فلايتس موجودة، زين. دائما لهم منظور في موضوع المحاججة، ولكن مش منظور علمي، مش منطق علمي، زين. المحطة صورت من مصورين عاديين حول الأرض، زين، موجودة رواد فضاء يسيروا لها. بالعكس هذيل الناس يمكنون موجودين ويسوون هالشوشرة يخلون الإنسان يتساءل. فأنت تكون يا من النوع اللي يمشي على كلامهم من دون ما تبحث عن المعلومة، أو تكون الشخص الثاني اللي يقول أوكي ممكن كلامهم صح ولكن خلني أبحث. المنظر اللي شفته مستحيل يكون في استوديو إنزين، مستحيل أن تلتقط أي كاميرا، مستحيل يسوي أي استوديو في العالم. يعني أنك كنت في الفضاء، إنزين، تطفو تشوف الأرض. يسألوني قبل الخوات قبل البودكاست يقولوا لي حسيت بهومسك؟ أقول لهم أنا حسيت بإيرثسك، إنزين. فالأمانة يعني تحس بقيمة الأرض بكبرها، يعني جاذبية فوق ما شيء. يعني وين بتسوي هذا لمدة 8 أيام سلطان 6 شهور ما في جاذبية؟ كيف بتسوي؟ زين، انعدام الجاذبية، التجارب اللي سويتها، العلم اللي تعلمناه نحن في الفضاء اليوم نعيشه ونطبقه بشكل يومي. سيد، يعني مشكلين هذه اللي بيتمون تراهم يعني في جميع المجالات، ولكن أنت عليك أنك ما تنظر للخلف، تنظر للأمام وتستمر في مسيرتك. نعم. الشيخ محمد بن راشد يقول في أحد اللقاءات الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، فما بالك ب7 بساتين مثمرة. صحيح. الحين هزاع المنصوري في الفضاء والناس كلها تساءلت كيف بيعيش هزاع، كيف بيمارس حياته، صلاته، سبوحه، أكله، شربه. هاي الأسئلة أنت جاوبت على بعضها وأغلبها في لقاءات لك كانت مباشرة من الفضاء إلى الأرض. فنبغي تأخذنا لمحة سريعة يوم واحد من تصبح لين يعني كيف ترقد أصلا هناك. صحيح. ودنا نعرف يعني كيف يمشي البروسس وشو الأشياء اللي تسويها، يعني نفسيتك أصلا وأنت في الفضاء مبتعد عن أهلك، الناس كلها تنظر لك. هزاع تحت المراقبة 24 ساعة يبون يشوفون هزاع شو يسوي، شو اللي فضول، يبون يعرفون كل اللي قاعد يصير في يوم هزاع. تعرف أحلى لحظة يعني بالنسبة لي أنا في المهمة هاي كاملة ممكن أقدر أقول عنها، ممكن تلخص في محطتين. الإطلاق نفسه، الإطلاق يعني من على الصاروخ وعلى 200 كيلو. الإطلاق كنت جالس طبعا في الصاروخ نجلس على ظهورنا جبلين فوق، يعني لأن الإطلاق على فوق عشان يكون ما يكون ضغط على صدرك، يعني فيكون أخف. يعني جلسنا تقريبا 2 ساعة قبل الإطلاق وضعية القرفصاء، و6 ساعات لين ما وصلنا الفضاء. المحطة يعني نفس اللي لسه ما تغيرت.
صعبة على الجسم. تسمع الكاونت داون، العد التنازلي بالروسي، زين، وتقول باقي لحظات، يعني كأنك تشوف يعني شريط الحياة كامل هذا، يعني هاي اللحظات والمحطات سبحان الله وصلتك لهذه النقطة، واستوى الفيبريشن في الصاروخ وانطلقنا. واللحظة الثانية 200 كيلو. 200 كيلو طبعا انت يوم تطلع من الصفر او من منصة الاطلاق لين ما توصل 200 في 8 دقائق. سرعة الصاروخ عالية جدا، 8 دقائق 200 كيلو، توصل 28,000 كيلومتر في الساعة في النهاية. بعدين كان واحد ضرب بريك، ينتظر بريك كشي يطير، انت تطير عن السيت على الكرسي، زين، يديك خلاص تطفو، يعني تحس كأنك طفل داخل محل ألعاب. المحطة هذه مبناية في 1998 بدأوا يبنونها، ولين الحين موجودة، ولين 2030 بتكون موجودة. يوم تقرب منها طبعا نحن نرتفع نلف على الأرض لين ما نوصل 400 كيلو وين موجود المحطة. يوم تقرب منها يعني تشوفها كأنها جديدة، مثل ما تسين كأنها جديدة، لأنه ما في شيء هناك يخربها، يعني تلمع من الشمس، ما في غبرة، ما في شيء، فيها لمعة تقول كأنها مرة ظاهرة من الوكالة، يعني هذا الإحساس اللي كبيرة، وايد كبيرة. من برا نحن نوصفها بملعب كرة قدم. الألواح الشمسية هذه من بدأوا في بداية 1998 هم يحطونها، يعني شيء كبير، وانت تقرب صوبه. طبعا نحن ما رقدنا، كنا لابسين بدلة الفضاء، بعدين بدلنا البدلة الزرقاء هذه، واستوى الالتحام بالمحطة. أتذكر الرواد اللي على الطرف الثاني سألوني هزاع شو تبى تشرب؟ أول شيء شربت قهوة، طبعا كوفي مال المحطة، ولكن يعني أبى أتنشط، يعني وراي شغل، تعرف شغل في المحطة، وأبى أعيش كل لحظة داخل المحطة. أول ما دخلنا المحطة تحس عمرك إنسان قاعد يتعلم يمشي مرة ثانية. طبعا هناك ما في مشي، أنت تطفو، فدائما نحن اللي نسميهم المبتدئين في الفضاء تشوفهم مثل السمكة في المحطة، تحس عمرك أنت مثل السمك شيء تبى تتحرك يعني. فبنفس الطريق طبعا هاي ما تمشي، ما تستوي طبعا، أو ما لها تأثير، ولكن سبحان الله يعني أنت تطفو هناك، بس بيدك تحرك صبعك كثير روحت. طبعا المحطة مثل ما قلت أخوي سعيد، تلف على الأرض في 90 دقيقة. 90 دقيقة هذه نحن ندخل في الليل والنهار، 45 دقيقة ليل 45 دقيقة نهار. هل هذا هو معيار العمل يعني والصلاة والأكل في المحطة؟ لا، نحن نمشي على توقيت غرينتش في العمل، توقيت لندن. وليش لندن؟ لأن هي في الوسط، لأن في دول من توقيتات مختلفة مشاركة في المحطة، لازم يكون شيء يعني يجمعهم، نعم، توقيت يساوي عالمي للجميع يعني عالمي. فتوقيت غرينتش هو التوقيت العالمي. توقيت لندن الساعة 7 نبدأ عمل إلين الساعة 7 المساء. كل رائد فضاء عنده لابتوب، عنده آيباد، في اللابتوب هذا موجود اسمك وربعك جدول، زين، ولك مثل السلوتات أو توقيتات معينة. هزاع عنده من الساعة 7 للساعة 8 صيانة في القطعة الفلانية، بريك 5 دقائق، ساعتين تجربة علمية، ساعة يصير يصور، ساعتين يجهز معدات. طبعا أحيانا أنت تسوي الشيء يمكن ما عندك الماب كامل فيه، بس أنت تشيل الأغراض من مكان تحطها في قطع مكان، يجي خويك الثاني يشتغل على التجربة. عندنا تجارب علمية نسويها بطريقة يومية، وهذا أهم شيء للذهاب للفضاء. عندك أنت موضوع صيانة المحطة، لأن ما حد بيصينك المحطة، أنت تقوم بالصيانة. ففي تدريباتنا تعلمنا كيف نصين كل القطع اللي في المحطة. المحطة هي بيتك، وهي مختبرك، وهي مكان عملك، وهي الاستديو مالك، وهي كل شيء. فيها المطبخ، كرمت حتى فيها دورة المياه. فلو اختربت هاي الأمور كلها منو بيصلحها؟ أنت رائد الفضاء بتصلحها. لو ربيعك مرض، لو مشكلة في ضرسه يبي يقلع ضرسه، من بيقلع ضرسه؟ أنت. أنا بقلع ضرسه. علمونا على هالشيء. فأنت الدكتور، المهندس، زين، فأنت كل شيء. فهاي المهارات كلها تعلمناها. طبعا الناس وايد تسألني تقول لي هزاع كيف كنت تصلي؟ طبعا نمشي على توقيت غرينتش لندن تايم في توقيت الصلاة، فكنا بتوقيت لندن، وهم متفهمين هذا الشيء من الجانب الديني. إنزين، معطينك وقتك، فكنا نجبل للأرض. طبعا لأني ما أقدر أجبل للكعبة لأن نلف بسرعة على الأرض. في الثاني الوحدة 7.7 كيلو تخطف على الأرض. إنزين، فسرعة عالية جدا. توجه للأرض، أثبت ريولي بالحدايد موجودة داخل، أثبت ريولي، إنزين،
وتصلي. عندك موضوع الاستحمام أو السبوح، طبعا أنت في المحطة ما عندك هناك ماء يمشي يعني عشان، وأغلى شيء ينقل للفضاء الماء، وزن، فتكلفة في الإطلاق. فتقريبا أكثر من 90% من الماء الموجود في المحطة إعاد تدويره. يعني تخيل أنت، يعني دائما نحن نسولف رواد الفضاء نقول لهم قهوة اليوم قهوة باكر، إنزين، لأنهم يعيدون تدوير كل شيء. طبعا نحن عندنا في المحطة، طبعا المحطة بشكل يعني اعتيادي تستوعب تقريبا حول 6 رواد فضاء، إنزين، ولكن في قابلين نزيد إلين 9 إلين 10، ولكن يستوي ضغط ولود على شو؟ على المعدات اللي تطلع أكسجين وتسحب ثاني أكسيد الكربون، لأن كله محسوب. إنزين، فيوم الرقم الاعتيادي كل رائد فضاء له يسمونه الكرو كوارتر، حجمها مثل حجم التليفونات اللي في لندن هاي الحمر. نعم. فون بوث. هذا حجم غرفتك الخاصة تدخل فيها. طبعا في وحدة تكون على الأرض، وحدة فوق، وحدة على اليمين، وحدة على اليسار. هناك عندك الأذن الداخلية تفصل، الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن ما تشتغل فوق لأن تبقى جاذبية صحيح. فشو اللي يخبرك وين فوق وتحت؟ عينك. وأحيانا يعني إحساس ما تحس أنت لو أنت مثلا مجلوب ما تحس أنك مجلوب، تحس الناس اللي من حولك مجلوبين. شيء عجيب. في عندنا هناك دريشة نشوف منها الأرض، نصور منها كوبلا. هاي نعم اسمها الكوبلا. هاي الدريشة نصور منها الأرض وصور الأرض. منطقيا المحطة فوق، يعني نحن نصور نشوف تحت، مش كل مرة. أحيانا يوم نسير المحطة الدريشة ونطالع نحس الأرض معلقة، لأن دوران المحطة دوران المحطة لا، وإحساسك أنت تشوفها كأنها معلقة فوقك. إحساس عجيب. والهدف منها أنك أنت تسوي تجارب، تتعلم. يعني في من فترة قريبة في محمد سلطان بعد قاموا يبون معدات تطبع طباعة ثلاثية الأبعاد في المحطة نفسها. ما تطبع أشياء جامدة جمادات، تطبع أشياء حيوية، يسمونها بايو 3D printer. تطبع غضروف للركبة البشرية. تخيل أنت في المستقبل يوم واحد عنده مشاكل في الغضاريف، مطبوعة فوق حقه، جايبينها وحاطينها فريدة. بس شو السبب إنه مطبوعة فوق؟ وايد السؤالين هذا. شو اللي موجود فوق مش موجود على الأرض؟ انعدام الجاذبية. يوم أنت تبغى تطبع أشياء بشرية، خلايا جدا دقيقة وجدا حساسة، يوم بتطبع الغضروف على الأرض بيخترب من الجاذبية، ما بيكون له الشكل اللي تبغاه. نعم. لأن في جاذبية تأثر فيه. نتكلم عن خلايا. زين تخيل يعني أنت، فهناك عندك هذه الجاذبية، انعدام ما في جاذبية، فيخليك تسوي هالأمور. هم في المستقبل يبغون يطبعون قلب. تخيل أنت الناس اللي تتريا كم الأعضاء بتنطبع هناك، الأعضاء الكلى، الأمور هذه. فهاي قاعد حاليا يستوي في المحطة. فأقول لك يعني الهدف جدا سام للذهاب للفضاء. تحديات. شو التحديات اللي عندنا في الإمارات الحين؟ أمن الغذاء، الماء، الطاقة. هذه كلها موجودة في المحطة. تحدي في الماء، قاعدين نسوي ريسايكل. الطاقة للألواح الشمسية موجودة، هذه تعمل من 1998. نعم. عندك أنت هناك الغذاء نفس الشيء، نحاول نعالج بطريقة مختلفة. فعيشة الفضاء يعني نحن في الإمارات اليوم البيئة اللي نعيشها هني ونحاول نفهمها، يعني التحديات الموجودة هاي موجودة في الفضاء. هذه الأيام سيسردها التاريخ بعد 100 عام. الأجيال القادمة بتشوف أول أشخاص، أول الإماراتيين اللي ظهروا إلى الفضاء بعد فترة طويلة. أن العالم العربي والعالم الإسلامي حتى ما كان في رواد فضاء طلعوا أو في مشاريع ملموسة للفضاء. فهزاع المنصوري، سلطان نيادي وأخوانهم نورة ومحمد حققوا شيء الناس كلها كانت تنتظره، سواء شعب الإمارات أو الشعوب العربية والإسلامية. هزاع أعتقد يعني أهلك وأسرتك يوم شافوك في المطار، يوم التقوا بك، وهالإمارات كلهم تشوف، أعتقد أن تشوف نظرة الناس كلها لك وعيونهم متجهة نحوك، أن أنت اليوم قدوة وشخص قمت بكثير من
الإنجازات اتجاه وطنك. أنت ذكرت في بداية الحوار أن هذا يمكن أول بودكاست لك، فبعد ما نظهر اليوم من هذه الحلقة وأنت طالع بالسيارة وتسمع هذه الحلقة، شو شعورك بأن أنت اليوم سجلت هذا الشيء للتاريخ؟ بلا شك نحن يعني في دولة الإمارات عندنا أشياء كثيرة لازم نشاركها ونأرخها، وأنا أؤمن بأن المهمات الفضائية من الأشياء اللي لازم نحن نتكلم عنها بإسهاب بإمعان ونشارك فيها المجتمع المحلي والدولي. بكون أكيد أني سعيد. يمكن أحاول أتأكد أن الوالدة تسمع البودكاست. الوالد بقول لهم تعالوا شيء في الرادة، وهم يحبون يسمعوا الرادة، بقول لهم بحط لهم البودكاست بقول لهم اسمعوا زين. لأنه دائما وزملائي طبعا في ناس يعني هم اللي يشكلون شخصيتك. هذول الناس اللي انت بتشاركهم مع البودكاست بتقول لهم ترى هاي قصتي، هاي قصتكم انتم، هاي قصتي، قصة الإمارات، قصة شعب الإمارات. واحد من عيال زايد يأتى الفرصة وأدى المهمة، وأي واحد في دولة الإمارات يقدر يؤدي هذا الشيء وأكبر عن هذا الشيء. وبشترك نحن في برنامجنا رواد الفضاء، هذا الشيء مستمر. يعني إن شاء الله اليوم واحد يسمعني من الشباب الصغار يقول له بس رائد فضاء، لأن البرنامج مستمر وكبر. أقول له وكبري أنت وقدمي وقدم، بس أباكم يوم تصلون الفضاء ولا تصلون تنزلون على القمر تقولون تذكرون اسمي، تقولون مشكور هزاع إن شفناك نحن صغار ومشينا حذوك. لأن نحن استلمنا الراية من اللي قبلنا وقاعدين نسلم الراية اللي بعدنا. فإن شاء الله أن الجيل القادم يكون قدها، متأكدين بيكون قدها وبيكمل المسيرة بإذن الله. هذه الحلقة يمكن لا تفي حق هزاع المنصوري وقصته. هزاع المنصوري رائد الفضاء العربي المسلم الإماراتي، قام بمهمة متميزة وسيستمر في سرد هذه القصة. شكرا هزاع على هذا اللقاء، وشكرا أنك نورتنا في هذا الاستوديو، ونتمنى إن شاء الله ما تكون آخر مرة وتستمر في سرد هذه القصة. أنت واليوم تمثلون طموح زايد المؤسس، وأنت مثل ما قلت أن أنت تشوف الشيخ زايد والرواد الفضاء يشرحون له، أنت اليوم تشرح للشيخ محمد والشيخ محمد بن راشد قصة، وتسرد لهم قصة وصولك الفضاء. مشكور يا